ازيكم حبايبي؟ جايلكم النهارده بالطبق الجميل ده. دي شاورمة فراخ عملناها بطريقة بسيطة من غير اي تعقيدات. شايفين؟ بنص كيلو صدور او بانيه عملنا الشاورما الجميلة دي. حلوة اوي اوي، طعمها وريحتها جميلة جدا. تنفع مع مكرونة، مع رز، مع عيش. كمان حلو اوي حشوة معجنات، نجرسكو. كمان حلو اوي للكريبات، تبقى جميلة خالص. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا. يلا بينا. دي بقى كل مكوناتي عبارة عن ايه. معايا صدور فراخ، قطع فراخ الموجود عندك، ما تعقدش نفسك، صدور، وراك، اي حاجة. ومعايا كمان علبة زبادي بخليها جوسي خالص، ومعايا توابل فراخ، ومعايا كاري، ومعايا فلفل اسود وملح وتوم باودر وبصل باودر وعصرة ليمونة. تعالوا مع بعض نعمل تتبيلة عشان هي دي اهم حاجة في الشاورما بتاعتنا. تمام. هنجيب كده بولة ننزل فيها بعلبة زبادي متوسطة. هنا الزبادي بيخلي الفراخ تكون طرية معايا مش مجلدة وانا بشوحها على النار، وكمان تبقى بتدي طعم حلو وتخلي تستوي معايا بسرعة. انزل بقى بكل بهاراتي، واهم حاجة منساش عصرة الليمونة. تمام كده. كده جاهزة معايا، ريحتها خطيرة والتوابل هنا خطيرة. ما عندكيش اي حاجة من التوابل دي كلها، كفاية ملح وفلفل اسود فقط لا غير. وكده جاهزة معايا. طبعا تبقى انا معايا حوالي نص كيلو فراخ. طبعا فراخ وراك صدور الموجودة عندك، مش هتقول لا. غسلاها بميه وملح ومصفيها. ابدا بقى اتبلها كده بالتتبيله دي، شايفين كده، واشبعها منها. هنا بقى التكلية دي مهمه جدا، لازم تقعد ساعه في التلاجة، ويا ريت كمان لو عملتيها من بالليل للصبح تبقى احسن بكتير عشان تستوي معايا بسرعه. كده جاهزه. هبدا اغطيها وادخلها التلاجة على الرف الوسطاني لمدة ساعة، ونكمل مع بعض الشاورما بتاعتنا. وبعد ساعة هبدأ بقى ان انا اجهز معاكم الشاورما. هجيب كده قلاية على النار، احط فيها حوالي معلقتين زيت يسخنوا معايا جدا. لازم نجاح الشاورما لازم يكون الزيت سخن جدا. ليه؟ لان الزيت لو بارد الفراخ هتنزل ميتها وتبقى مش لطيفة خالص وطعمها مش حلو خالص. طبعا حاطين زبادي وحاطين ليمون وكده، هتنزل ميه كتير انا مش عايزاها. انا هوريكم بس انا عملتها ازاي. بجد جميله، خدت صدمه مع التوابل، مديها ريحه حلوه جدا جدا. ايدي طبعا فيها على نار عاليه وابدا اشوحها. بصوا مفيش اي سوائل. ليه؟ لان نزلتها على زيت سخن جدا. لما احس بدات تاخد معايا كده بقى صدمه كل قطعه فراخ كده، بصوا لونها اتغير معايا. مش قادره اقول لكم الريحه جامده قوي. كده شوحتها. هبدا هنا بقى انزل عليها بالبصل بتاعنا. انا هنا حاطه بصلتين مقطعاهم جوانح. هنا البصل او الفلفل او اي خضار انا هحطه الكميه اللي انتوا عايزينها، بس انا بفضل ان تكون حاجه يعني ايه متظبطه. يعني مش الفلفل اكتر من الفراخ ولا البصل اكتر من الفراخ، لا. يعني نص كيلو فراخ عليه بصلتين، قرن فلفل اخضر، قرن فلفل احمر، كمان نص قرن حامي وحسب خلاص سبايسي. هنا نزلت عليها بطماطم واحدة بس، حبة طماطم واحدة بس شايلة منها البذر. تمام. ابدأ اشوحها كده مع بعض حوالي 5 دقايق، وبكده الشاورما بتاعتي جاهزة معايا. بص شكلها جامدة زي ما قلنا. تقدم مع مكرونة، تقدم مع رز، تقدم مع عيش، تتحط حشوة لفطائر معجنات. حلوة جدا جدا. كمان حلوة اوي اوي للكريبات. شايفين قد ايه مستوية؟ بأمانة التوابل والريحة خطيرة. وبكده عملنا الشاورما في البيت لأولادنا من غير أي تعقيدات، ووفرنا فلوسنا، وبنص كيلو عملنا الكمية الحلوة دي كلها. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسونيش في اللايك وكومنت تشجيعي، تقولي في الكومنت بتابعوني من أنهي بلد، ويا ريت تشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. مع تحياتي ميري أنور.